هنا تحت شباك فوق. مش هنزل القبر غير مرة واحدة. كان يحب لما ينام يبقى فيه الراديو شغال جنبه. التلفزيون ذاع نبأ وفاته بالخطأ. لا مش درجة الصراصير يعني لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي في شارع فريد شوقي، ودي فيلا فريد شوقي. يلا بينا نعرف الحكاية. لما فكرت اني اقدم فيديو عن الفنان الكبير فريد شوقي، لقيت ان احسن حد يتكلم عنه هو بنته الفنانة الجميلة رانيا فريد شوقي. هو عاش في الفيلا من الستينات، انا مش عارفة بالظبط السنة بس هو من اوائل الستينات. لان ما كنتش انا لسه اتولدت يعني. وكان هو متزوج الفنانة الجميلة هدى سلطان، وخلف منها طبعا ناهد ومها. معظم وقته بيقضيه ليه شباك كده مفضل في أوضة النوم، بيطل على الجامع. ده مكان مميز بالنسبة له جدا، وغرفة المكتب تحت لأن هي دي اللي كان دايما بيشتغل من خلالها بعد ما يمكن مروحه للمكتب اللي كان في 36 شارع شريف قل ده في الآخر يعني. في شباك هنا تحت وشباك فوق. كان يومه في الفيلا بيصحى الصبح مثلا لو عنده تصوير بيقوم قبل التصوير ب4 ساعات، وينزل بعد كده يروح المكتب اللي تحت يشرب قهوته ويطلع على التصوير لغاية ما يخلص بقى يجي بالليل، سواء بقى هيتعشى يعني ساعات يجي يبقى احنا نمنا، كنا أطفال طبعا في مدرسة، وساعات يجي يبقى احنا صاحيين يقعد يلعب معانا. هو كان أب حنين جدا 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 يعني. هو كان يعني شخص عادي، كان إنسان بسيط جدا، وكان دايما بيقول اللي عملني بعد ربنا الناس، يعني لولا الجمهور ما كنتش بقيت فريد شوقي. فهو فاهم ده ومقدر ده وعارف حب الناس ليه قد ايه، فكان هو كمان بيبادلهم طبعا نفس الحب يعني. كان كل الفنانين اصحابه يعني. آه، أنا كنت دايما بشوف التجمعات في البيت، وهم كانوا بيعتبروه الأب الروحي يعني. حتى بعيدا عن الفن أي حد عنده مشكلة شخصية بيلجأ له إن هم يتكلموا فيها، إن هو يحاول يحلها معاهم. دي حقيقة يعني. طبعا ده ملوش علاقة يعني. الإنسان لما بيعمل أدوار شر أو بيعمل أكشن ده مش معناه إنه إنسان شرير. بالعكس يعني، هو التمثيل إنك لازم تنوع يعني. لا هو كان طيب جدا جدا وحنين جدا، وعمره يعني ما استغل قوته بشكل غلط يعني. هو كان فاهم ان ده شخصية السينمائية يعني. بالعكس يعني كان بسيط وطيب وقلبه طفل، ويحب الناس قوي ويحب الخير لغيره، ولو يقدر يساعد حد بيساعد. يحب البيت ويحب الأسرة واخواته وولاد اخواته، وطبعا والدته ووالده أنا يمكن ما حضرتش ده. هو كان يحب البيت جدا ويحب عيلته قوي. لا مش درجة الصراصير يعني لا. لا هو كان مش خوف، هو بيقرف يعني. انا شخصيا من الناس اللي بقرف من الفار يعني. والدم يعني اكيد اي حد بيوتره، بس هو مش درجة خوف. لكن مثلا كان يحب لما ينام يبقى فيه الراديو شغال جنبه يعني. كان ده من الحاجات اللي هو بيحبها يعني. ولازم يبقى فيه كاسيت جنبه، فيه شريط فاضي، عشان ساعات كده لما بيقلق بتجيله فكرة ما لمشهد أو لعمل فني، فكان بيبقى عايز يسجلها عشان ما ينساهاش. دي حقيقة، هو فعلا موضوع القبر ده
قال فعلا كده، قال لا ابنه ديكور. وقالها برضو الأستاذ عمر عبد العزيز في فيلم لفقيد الرحمة، وكان المفروض طالع دور حنوتي. قال له لا، مش هنزل ابني، أنا مش هنزل القبر غير مرة واحدة، اللي هي يعني الخاتمة. قبل وفاته ب40 يوم التلفزيون ذاع نبأ وفاته بالخطأ. الحمد لله من رحمة ربنا علينا ان انا كنت بايتة يوميها معاه، والحمد لله ان انا كنت بايتة معاه وانا وعبير اختي. فالحمد لله كنت شايفاه قدام عيني، يعني هي ناهت ساعتها اختي ومنى، هم يعني جم جري وخدوا الخضة، ومها طبعا وعماتي طبعا. يعني كان الموضوع صعب. هو في الأول اتخض يعني، وبعدين استوعب الموضوع وقلبه بشكل كوميدي، يعني زي ما طلع قال في التلفزيون دي بروفا على وفاتي. يعني خدها ترجمها بطريقته الساخرة يعني. وانا بشوف ان يمكن ربنا اراد يوريله على حياة عينه حب الناس ليه، يعني اكيد دي حكمة من عند ربنا. وفعلا كان ساعتها رئيسة التلفزيون او القناة الاولى، مش فاكرة بالظبط يعني، اتشالت فيها يعني، لان الموضوع كان صدمة يعني كبيرة. انا لما بابا توفى هو كان في المستشفى، انا كنت لسه في البيت، وكنت لسه نازله رايحه له، كنت بخلص المعهد واعدي اجيب عصير قصب واطلع على بابا في المستشفى، افضل قاعده معاه. وكنت ساعتها برضو بالليل بعمل مسرحيه اسمها مولد سيدي المرعب مع الفنان الجميل نجاح الموجي الله يرحمه برضو. واطلع من المستشفى على المسرح العايم، كانت ساعتها بتتعرض على المسرح العايم. يوميها كان اجازه، وما كنت تعبانه يعني ما روحتش من بدري، وما روحتش المعهد حتى. ف يعني والدتي اللي اتصلت قالت لي، لكن هو كان دايما بيدعي لنا، يعني كان دايما بيدعي لنا فعلا، وكان متقبل فكرة الموت جدا. يعني يمكن قبل كده ما يعني كان بيخاف. في الآخر لا، كان زي ما يكون كان مستنيها فعلا يعني. فريد شوقي ياما أسعدنا، عشان كده يا ريت تدعوله بالرحمة والمغفرة. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.